السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض العجة المصرية. حقيقي الطريقة دي بتبقى حلوة قوي قوي في العجة، وبتدي ريحة حلوة قوي، بتدي طعم جميل جدا جدا. الطريقة بتاعتها سهلة، ما فيهاش اي حاجة، ده غير ان هي تبقى اصلا يعني اكلة خفيفة وبتشبع وجميلة جدا، بتاكل مع العيش البلدي، ويا سلام لو جنبها شوية اي مملحات، اي مخلات جنبها تبقى حلوة قوي قوي وكافية، اللي هي تبقى اكلة لوحديها كده جنب في الغداء. ودي تتاكل في الغداء او تتاكل في العشاء حقيقي، لانها هي يعني عباره عن بيض وخضره وبصل، وما فيهاش اي حاجه خالص غير البيض والخضره والبصل. بس خلطه البيض والخضره والبصل مع بعضهم مع البيض حقيقي كانت ريحه جميله جدا. مش عايزه اقول لكم شكلها في الفرن بتبقى عامله ازاي، وانا مصوره لكم شكلها في الفرن بتبقى عامله ازاي، وريحتها لما بتطلع من الفرن بتبقى حاجه جميله جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوها. وده كان شكلها بعد ما احنا غرفنا منها، حقيقي حلوه جدا وعاليه ومنفوخه. ادي برضه شكلها في الطبق. مش عايزه اقول لكم هي مظلومه طبعا في التصوير. هنشوف مع بعض احنا عملناها ازاي. انا معايا هنا كميه من البصل زي ما انتم شايفين، الكميه دي حوالي 4 بصلات كبار. ببشرهم بالمبشره او بقطعهم بالسكينه، لان انا عايزه ممكن تبقى الحبيبات يعني ما تكونش مفرومه ناعم. معايا هنا الخضره، ودي عباره عن البقدونس والكزبره. ومعايا البيض، طبعا البيض حوالي 8 او 9 بيضات. ومعايا هنا الفلفل الاسمر والكزبره والكمون والملح. الطريقه بتاعتها سهله جدا جدا. احنا بناخد البيض معانا، اما بناخد البصل معانا على النار مع الماده الدهنيه كده، ونبتدي نشوح البصل على النار. طبعا هي فكره العجه دي من الحاجات الجميله، وطعمها خفيف قوي قوي، وحقيقي بتبقى حلوه قوي قوي في الاكل، وهتعجبكم جدا لو جربتوها. يعني لو انت محتاره ان انت تعملي غدا ايه، تقدري تعملي الاكله البسيطه دي، وحقيقي والله كافيه كافيه، بتبقى غدا وممكن عشاء. ببتدي انا اشوح البصل زي ما انتم شايفين، حوالي 3 بصلات كبار، لان هي العجه ديت بالذات طريقتها بتبقى محتاجه بصل كتير. طبعا بنبتدي نقلب البصل كده نشوحه. انا مش عايزه احمره، انا عايزاه يبقى لونه ذهبي او لونه اصفر. تمام يا جماعه، انا هسيبه كده على النار لحد ما يتشوح معايا ويدبل معايا البصل، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا لازم اقلبه من كل ناحيه علشان خاطر البصل ما يتحرقش في اي جنب. لحد ما يدبل معايا. هنا بدأ اهو البصل يدبل معايا زي ما انتم شايفين. لسه برضك محتاج تاني شويه، لازم انا يعني اسويه شويه عن كده. عايزاه يبقى لونه ذهبي كده عشان خاطر يدي لون حلو في العجه. وحقيقي والله يا جماعه البصل مع الخضره اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي البقدونس والكزبره مع البيض والملح والفلفل الاسمر، وخلطه البهارات اللي هي عباره عن الكزبره الناشفه وعباره عن الكمون والفلفل الاسمر، بجد بجد طعم العجه دي حلوه قوي قوي. لو جربتوها مش هتندموا عليها ابدا. ببتدي نعم، والصينيه بتكفي غدا وعشاء لكذا فرد، اكتر من 5 افراد. ببتدي ان انا هنا كده اقلب البصل معايا. شايفين لو كميه البصل ابتدت تقل، علشان خاطر البصل لما بيتعرض للنار بيقل وبيبتدي يحمر، بيبتدي يقل. عشان كده انا بحط كميه بصل كتيره شويه، عشان هي لما بتقل بتبقى هي الكميه اللي انا عايزاها. انا ببتدي اشوحها كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى هاجي احط الخضره بتاعتي. خلاص كده انا البصل كده استوى معايا. هبتدي بقى احط الخضره بردك تاخد تقليبه مع البصل زي ما انتم شايفين. ببتدي اقلب كويس قوي. طبعا لازم افضل اقلب كده يمين وشمال عشان البصله ما تتحرقش، وعشان الخضره كمان ما تتحرقش على النار، لحد ما يتبلوا معايا. طبعا انا هنا بعمل خطوه مهمه جدا جدا، ان انا بجيب كميه من الدقيق، وابتدي برضك ان انا احط عليهم شويه ميه، ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه. دي البهارات بتاعتي هبتدي اضيفها.
وهي والملح، وببتدي اضيفهم كويس قوي وببتدي اقلبهم مع بعض. طبعا الماده الرابطه عندي هنا هي الدقيق، يعني انا لما احط الخضره واحط البصل واحط معاهم البيض، اللي هيربط معايا الماده الرابطه معايا هنا الدقيق. باخد حوالي كده كميه من الدقيق وببتدي اضيفها في ربع كوبايه ميه وابتدي اقلبها مع الخليط. بس لسه الخطوه دي شويه عليها، هنبتدي بس نشوف دلوقتي. ادي كميه الميه اهي، دوبت فيها الدقيق زي ما انتم شايفين. انا بالظبط عايزه الكميه دي من الميه مع الدقيق، حوالي كده مع بعضهم عملوا حوالي نص كوبايه ميه، نص المج يعني. ببتدي انا اقلبها كويس قوي عشان ما يكونش في اي كلاكيع، وببتدي ان انا اضيفهم على الخليط. ودي هي الماده الرابطه، يعني انا عايزه اسويها شويه مع البصل والخضره، ودي هتبقى هي عباره عن الماده الرابطه بتاعتي اللي هتمسك معايا الخليط بتاعي. ببتدي ان انا اقلبه كده كويس قوي زي ما انتم شايفين. حقيقي بصراحه الاكله دي يا جماعه والله جميله جدا جدا، وريحتها حلوه قوي قوي وهي بتستوي على النار، لان هي عباره عن الخضره يعني والبصل والبهارات يعني. دي طبعا الحاجه دي مع بعضها بتدي ريحه حلوه قوي قوي. فبتبقى اكله بسيطه وسهله وخفيفه وتقدري تنفذيها في اي وقت. خلاص انا كده الخليط بتاعي جهز. ببتدي احط رشه ملح، طبعا الملح حسب الرغبه. طبعا انت بتدوقي الحاجه، لو هي محتاجه ملح بترشي رشه ملح تاني. شايفين هنا الدقيق مع الميه يا جماعه اللي انا حطيته خلى الخليط معايا مسك في بعضه ازاي. طبعا اللي هيفك الموضوع ده كله لما اجي احط البيض لما اجي احطه على الخليط ده هيبتدي معايا يفك معايا الخليط ده. ادي البيض معايا اهو زي ما انتم شايفين. ببتدي انا اقلبه كويس كده وابتدي احطه على الخليط بتاعي وابتدي احركه علشان خاطر بس ما يستويش معايا على النار من فوق، لان لازم يستوي في الفرن. ببتدي كده احطه، ببتدي بعد كده انا اخلطه كويس قوي. زي ما انتم شايفين انا ببتدي كده ادوب الخليط عشان يخف معايا زي ما انتم شايفين. ابتدى يخف معايا اهو. بعد كده انا بحطه بقى في صينيه وادخله الفرن. طبعا انا طافيه بوتاجاز، ما ينفعش ان انا احط البيض والحاجه بتاعتي تبقى على النار. ليه؟ لاني لو حطيت البيض على النار في الخليط ده هيبتدي يستوي معايا. لا، الخليط دوت بيستوي في قلب الفرن. زي ما انتم شايفين انا بقلبه كويس قوي قوي، بدوبه كويس قوي قوي. لو حسيتوا ان الخليط معاكم تخين يا جماعه بتقدري تضيفي مثلا حوالي نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه. لو حسيتي ان هو تخين معاكي شويه زي ما انتم شايفين هو معايا فعلا تخين شويه، فانا هضيف حبه ميه عليه. خلاص بعد كده هبتدي بقى جبت الصينيه بتاعتي اهي وهبتدي احط فيها العجه. ادي العجه اهو ببتدي افضيها زي ما انتم شايفين جميله جدا جدا وجاهزه معايا ان انا بقى ادخلها. اكون مسخنه الفرن واحط بقى العجه بتاعتي في قلب الفرن واتفرجوا على جمالها وهي في قلب الفرن. هوريكم ازاي بتعلى وازاي شكلها في قلب الفرن. ومش عايزه اقول لكم على الريحه بتاعتها بتبقى حلوه قد ايه، لان الخضره بتدي ريحه حلوه قوي 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 مع البصل. شايفين ادي الخليط بتاعي اهو. ده طبعا الوجبه دي بتكفي من ل5 افراد وبتبقى فطار وغدا يعني غدا وعشاء. طبعا وسهل ان انت تعمليها كمان في الفطار يعني. شايفين في الفرن اهي في قلب الفرن ابتدت تعلى معايا وتتنفخ زي ما انتم شايفين جميله جدا جدا. بس عندي حراره الفرن مش مظبوطه شويه، فبصوا شايفين العجه طالعه عامله ازاي. حقيقي حلوه جدا جدا. اتمنى يا رب تجربوها. طبعا ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اتمنى يا رب تعجبكم. يا ريت تجربوها والله مش هتندموا. ودي كانت بعد ما طلعت من الفرن. شايفين عامله ازاي منفوخه وعاليه وجميله جدا جدا. هغرف دلوقتي حته اطلع حته في طبق وهوريكم هي عامله ازاي. طبعا بتتاكل بالعيش يا جماعه، بتبقى جميله جدا مع العيش البلدي وجنبها شويه مخللات بتبقى حلوه قوي قوي وكافيه جدا ان هي تبقى وجبه اساسيه كده من غير اضافات اي حاجه تاني. شايفين منفوخه ازاي جميله جميله وريحتها حلوه قوي قوي. اتمنى يا رب تجربوها. طبعا ما ننسوش نعمل الاشتراك واللايك ونفعل على الجرس. طبعا هسيبكم في امان الله. يا رب تعجبكم الوصفه. اتمنى اسمع ارائكم في الكومنتات تحت. يا رب تعجبكم الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.